السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم في مقطع جديد من لعبة آيس كريم الجزء الرابع، واليوم إن شاء الله بإذن الله راح نلعب الجزء راح يكون يعني مختلف عن فكرة الجزء الأول والثاني والثالث، لأن الجزء الأول والثاني والثالث كانوا مرتبطين مع بعضهم. فهذا دقيقة فهذا راح يكون فكرته أنه راح يودينا للمصنع حقه. يا جماعة الحبيب جابنا للمصنع حقه، فكيف تعرفون احنا متواجدين في مصنع يعني يكون صعب علينا الهروب منه. فحاول تحرك هذه وراح يعطينا الشيء هذا حق هني. اتوقع انه حق هني. فك يب حق هني. والحين افتح المكان. طبعا احنا كلنا انا واصدقائي محبوسين في هالمكان، وانا طبعا ما راح اقدر اخرج، لكن لازم الاقي طريقة عشان اطلعهم. فعند الفنت هذا ببساطة يمكن يودينا المكان هذا. فطبعا الشخص هذا هو ما راح يخلينا ندخل للكنترول روم. هو المكان اللي لازم احنا نروح. التحكم شوي مختلف، فلازم احاول اعدل التحكم. التحكم يا جماعة. فما ادري دقيقة. فالحبيب لازم نحط له فخ عشان نقدر ان نطلع اصحابنا، لان اصحابنا كيف راح نقدر نطلعهم؟ في المكان اللي قلت لكم عليه. فخلونا نفتش المصنع او هني الظاهر ما في شيء. دقيقة، في باب هني. يب في باب هني. في شيء ولا لا؟ خلونا نفتش هني. ما في شيء، وهني ما في ولا شيء. لازم نحاول نفتش المصنع زين، يعني كنتوا تعرفون احنا المكان المتواجدين فيه مصنع، ويعني المصنع ايش راح نتوقع؟ راح نتوقع ان المصنع يعني راح يكون كبير، راح يكون يعني صعب عشان نطلع منه. بس اذا كان من المصانع السهلة او من الالعاب السهلة اللي يمكن يعني نطلع من المكان، فراح نطلع من المكان في اسرع وقت ممكن. طبعا في هذا المكان ما في ولا شيء. خلونا باقي لنا هذا المكان، ولقينا الشيء اللي احنا محتاجينه اللي هو هذا. يقول لك هذا حق الفنت اللي تحت، وانا ما ادري وش الفنت هذا اللي تحت. اتوقع الفنت اللي في المكان هذا. توقعون يعني؟ يمكن. خلونا ننزل الحين ونشوف وش لازم نسوي. في اشياء كثيرة شفتها، فلازم احاول اعرف الاماكن حقت. ممكن بس تنزل هني. هذا هو المكان اللي راح نحتاج فيه الشيء هذا. راح نفك هذا. صاير مثل مفك، يعني نقدر نفك الاشياء اللي ما في شيء. مثل مراوح كثيرة يا جماعة موجودة في هذا المكان. افتح الفنت هذا راح يلحقنا هني. طبعا انا حاط يعني حط الجوست، فما راح يشوفني. ليش حط جوست؟ يعني عشان اسهل على نفس الموضوع. في ايس كريم موجود هني. اتوقع الايس كريم هذا
خلونا نطلع من المكان شوي او دقيقة. المكان احنا فتحناه صح، يعني فتحنا المكان، فلازم لانه ما فتشنا فوق كامل، فوق ما فتشناه كامل، فلازم نرجع الحين وراح نفتش فوق كامل، يعني نفتش المكان كامل عشان نلاقي الشيء اللي احنا نبحث عنه. فعندنا كروبر، الكروبر هذا الظاهر انه حق شو اسمه، في باب كان فيه اخشاب يعني حق المكان ده. توقعت انه في ايس كريم ثاني، طالع لا. هني هذا هو الباب المطلوب. بس فك هذا وشيل هذا وشيل هذا وشيل هذا. يا جماعة لما ألعب اللعبة هذه يعني بالضبط تذكرني بلعبة السيد الأحمد، إنه من نفس المطور. فلعبة قلت لكم يا جماعة اللعبة هذه تذكرني بلعبة السيد الأحمد. ليش؟ لأنه من نفس المطور، فأنا يعني تذكرت أني ما كملت معاكم اللعبة حقت السيد الأحمد، فاعذروني بس نسيت. لعبة السيد الأحمر كان باقي لنا بس في مرتين للهروب، كان لازم نجربهم، بس ما جربنا، راح نجربهم الحلقة الجاية إن شاء الله. طبعا هذا السلم اللي هو راح يفيدنا في المكان اللي فتحناه تحت هني. فراح نروح المكان هذا. ما راح تتوقعون انه هو المكان هذا راح يكون يا حبيبي، راح يكون عملاق، راح يكون عملاق جدا. فهذا هو المكان اللي نستخدم فيه السلم. حط يا حبيبي السلم هني، وخلونا نشوف. عندنا الخشبة هذه، اركب هني. هذا هو المكان لازم نكسره يا جماعة، لازم ندور على شيء نكسر به المكان هذا. اتوقع اني استوعبت والشيء حقة الاطفاء وين تصير. اذا لقيت حقة الاطفاء اقدر يعني ببساطة، الاطفاء تكون يعني عادة في هالمكان بس مو موجودة الحين. يقدر هي برضو يعني تغير مكانها، او جميع الالعاب مثل هذه العاب، خصوصا العاب الرعب. طبعا الاعلان هذا ممكن يروح بس فلازم نحاول وين يعني تصير الاماكن. لا هذا نفس المكان يضيع شوي فأبي بس الحقة يمكن الاقيها هني. هني برضو مو موجودة. شو الحد السيء، كل مرة الاشياء تتغير، لكن راح احاول الاقيها في اسرع وقت ممكن. طبعا يا جماعة لقيت الشيء المطلوب، بس لقيته في مكان صعب. يلا حاول تكسر. كسرت المكان. باقي باقي بطاقة شو اسمه، واحد من شو اسمه يكون موجود هني. هذا عند البطاقة. هذا لازم انتظره حتى يوقف، يعني يتعطل. حبيبي خلاص وقف. هذا هو وقف، وراح اخذ على طول البطاقة. خلونا نشوف يا جماعة في مكان راح يفتح معانا ولا لا. هذا لا، هذا لا، هذا لا. طبعا اذا ما لقيت في المكان هذا، في مكان ثاني اقدر اشوفه. في مكان ثاني
راح اروح الحين وين المكان الثاني. ما شاء الله يا جماعة في اماكن كثير راح يعني نقدر نستعمل فيها الطاقة هذه. هني انا جيت هني المكان يا جماعة، يعني مكان صعب جدا. هني لا، هني اتوقع، هني يمكن، لا هني لا، هني لا، كأني جيت لهالمكان او لا. واخيرا يا جماعة قدرت افتحه، وراح اخذ هادي اللي هي على شكل سجادة، وراح اوديها وين المكان اتوقع انه فوق المكان. لازم اول شيء احاول اشرد من المكان هذا، من المتحف. طبعا يا جماعة هذا هو المكان، يحتاج الحلاوة عشان نلصق. طيب طبعا يا جماعة هذا هو اول ايس كريم عندنا. خلونا كأني شفت ايس كريم موجود في هذا المكان.